بقدم لكم فندق وانا مبسوط جدا من الفندق ومن خدمات الفندق وسعر الفندق والمكان الحيوي بتاع الفندق. بنتكلم النهارده عن فندق مرحبا بالمنشية. هو على بعد خطوات من نصب الجندي المجهول. مكان نظيف وحمام خاص. الفيو بتاع البحر رائع. المنشية. الواي فاي شغال كويس في الغرف وبره الغرف. فندق فيه ميزة جامدة. فيه هاوس كيبنج مجانا من 8 ل 4. فندق اعلى كفاءة واقل اسعار من فنادق ان انا لما قريت عنها وبحثت عن اراء الناس اتمنيت ان انا اروح. في تراس للفندق وخصوصا للنزلاء لو عايز تجيب اكل وتقعد فيه وتشوف المنظر بتاع زي المناظر الفندق الجامدة اللي عندنا في القاهرة برضو. فندق يستحق الزيارة. الاسعار بتاعته معقولة بالفطار 305 سنجل 400 جنيه انا كاتبها بالفطار برضو الدبل. لو عايز فول بورد الدبل عامله 850 يعني فطار وغدا وعشاء بالبيات بالغرفه الدبل 850 جنيه. والسنجل عامله 500 جنيه فطار وغدا وعشاء. فوق الست سنين فرد واحد بوجبه الفطار بتزود 90 جنيه بس. الفرد فوق 6 سنين بيزود 90 جنيه بس على القيمه الاجماليه. عايز اقول لكم اسعار الكافيه اللي موجود في الفندق رخيصه يعني. انا كاتب اهو الشاي 12 جنيه القهوه 15 العصير 18 الكنزايه 16 النسكافيه 17. اسعار متناول الجميع والمكان روعه. الجناح الملكي الخمس افراد الفرد بيقف ب 175 جنيه في الجناح الملكي يعني. بصراحه اسعار اجيب لكم تليفونين الموبايل والخط الساخن. الموبايل 012 723 76 323 012 723 76 323. الخط الساخن 03480 9510 03480 9510. مش هنقول انه 100 ما فيهوش عيوب، لا في بعض اللقطات وفي شكاوي فرديه يقول لك مثلا المفروض الغرفه تترش بمبيد. ساعات واحد لقى معلش حشره فده مش حاله، ده حاله خاصه في الفندق لا موجوده مش هننكرها، فبيحتاج برضو رش مبيدات. وجوده في المنشيه مخلي الباعة الجائلين اللي تحت الفندق طبعا في شويه دوشه وناس بتسترزق وبتاع، وهي دي المنشيه الجو بتاعها وانت تتعود عليه وهتحبه. بنتكلم ان هو قريب، هو في المنشيه قريب من كل الخدمات، كافيهات مطاعم اللي انت عايزه. وبعدين قريب من جميع المصالح الحكوميه. لو حد هيقضي مصلحه في اسكندريه اكيد قريب من المنشيه. الفندق ده شجعهوله. اعمال الكهرباء والتلفزيون ساعات بتحتاج لبعض الصيانه برضو. هو بقى يعني تنوع الفطار بس الفطار معقول جدا. وطبعا الغرفه ما فيهاش تكييف، فيها مروحه. هو الجو جميل هناك وممكن ما تحتاجش التكييف قوي بس بنتكلم على الواقع اللي موجود. الطرقات بين الغرف وفي الفندق من جوه بتحتاج زياده اناره. الاناره موجوده بس ضعيفه شويه بتحتاج زياده اناره. ميعاد الفطار من 7 ل 11. الفندق مش لاقي كلام غير انه يستاهل بالنسبة لسعره. مش نجمتين 3 4 5 كمان. المكان ممتاز وجميع المواصلات جنبه وكل الخدمات جنبه وآمن وسيف احسن من فنادق تانية. بتبقى مش هقول لك بقى الحمامات عاملة ازاي والدنيا عاملة ازاي، لا المكان انصح بيه من الفنادق اللي انا 300 400 فندق اللي انا اتكلمت عنهم. من الفنادق اللي انصح بيه هو فندق ادرياتيكا برضو. ففي فنادق كتيرة أنا بنصح بيها. قناة مسك الخدمات الأفراد والتجار. إذا كنت قدمت لك معلومة مفيدة عن فندق مرحبا في المنشية فأرجو عمل لايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.